في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة بتقابلنا كتير في حصر الحديد، وهي حساب اوزان الحديد. لو انا حبيت احصر الحديد محتاج ان انا اعرف وزن المتر الطولي عشان اقدر منه احسب وزن الحديد التوتال. ليها طريقتين. الطريقة الاولانية وهي تعريف شيرد بارامتر لحساب الاوزان. الطريقة دي ممكن تاخد معاك وقت، ولكن في طريقة تانية في السكادولز بتاعة الريفت ان انا اقدر اوصل وزن المتر الطولي بشكل اسرع. هنشوف ازاي نجرب الطريقة التانية. افتح جدول عادي، هضيف من هنا البارامترز اللي انا عايزها. دي البارامترز الموجودة في الريفت. هنبدأ نعرف وزن المتر الطولي. انا بيكون عندي هنا حاجه اسمها كالكوليتد بارامتر، دي انا بديله فورمات هو بيقدر على اساسها يحسب. هسمي دي مثلا يونت ويت، وهسيب الديسيبلين كومن، وتايب هسيبه نمبر مفيش مشكله. انا محتاج اديله المعادله اللي هو يحسب بيها. وزن المتر الطولي للحديد بيتحسب من معادله دي سكوير على 162. من هنا هقدر ان انا اسحب البار دايمتر، تمام. ولكن لو عملتها بالشكل ده هلاقي ان الارقام هتطلع مش مظبوط. محتاج اضرب في 10 اس 6. هلاقي ان هو هنا عرف لي اليونت ويت مفيش مشكله. لو دوست اوكي ودخلت جوه الجداول او حسبته مثلا بره، النواتج مظبوطه مفيش مشكله فيها. انا كده فاضل لي الوزن الكلي للحديد. بنفس الطريقه الوزن التوتال هيكون انا عندي اليونت ويت طالع كيلو جرام على المتر، والتوتال بار لينس عندي هنا متعرف في الملي. هحتاج ان انا اقسم على 1000 علشان احول، وهقول له اوكي. لو حسبناها مانيوال، انا عندي السيخ ده طوله متر 80 متكرر 10 مرات، هيبقى توتال بار لينس متر 80 في 10 يدي 18 متر. لو ضربت ال 18 متر في وزن المتر الطولي هيطلع لي 16 كيلو. اقدر بقى اظبط الفورمات واظبط السكادول. هلاقي كل الاسياخ اللي بالمشروع موجوده عندي. ممكن بقى ارتبهم حسب الريبار نمبر او على حسب القطر. السورتنج ممكن ان انا اختار ان انا عايز ارتبهم مثلا على حسب بار نمبر، وهقول له اوكي. هلاقي ان هو هنا جايب لي كل الاسياخ اللي رقمها 1 وبعدين 2 وهكذا. في حاجه كمان عايزين نتكلم فيها. لو انا مثلا حبيت ان انا احط السكادول اللي انا عملته في اللوحه او في الشيت اللي انا هخرجه، هلاقي ان الجدول كبير جدا، وهو مستحيل يكون مجموعه الاسياخ اللي في الشيت ده هي كلها اللي موجوده في السكادول ده. يعني السكادول هو قرا كل اللي في المشروع مش بس اللي في الشيت. حتى لو انا عامل فلتر ببارتيشن او حاجه، اكيد في قواعد تانية او في نماذج تانية انا حاطط لها نفس البارتيشن بتاعها. فلو عايز اعمل حاجه زي دي هرجع تاني للجدول، ومن فلتر هقول له فلتر باي شيت واقول له اوكي. هرجع تاني للشيت هلاقي ان السكادول بتاعي صغر جدا. هو كده هو قرا كل الاسياخ اللي موجوده في الشيت ده بس، تمام. فدي كانت طريقه حساب الاوزان بتاعه الحديد، وعمل بي بي اس، وان احنا نحطه في الشيت في النهايه.